محمد صلاح مو صلاح، لا الليفربول حاجه تاني بقياده محمد صلاح. ثنائي مميز جدا محمد صلاح ولويس دياز، ثنائي قوي جدا ياكل اي حد. النهارده محمد صلاح بيعمل رومونتادا امام باير ليفركوزن، ما حدش يستهون بباير ليفركوزن. باير ليفركوزن لعب نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد، الله يقطعك يا انشيلوتي، في الموسم اللي فات. لا، محمد صلاح يصمم مع رفاقه لليفربول عشان يكيد باير ليفركوزن ب4-0. محمد صلاح يعمل اسيستات من الهواء. محمد صلاح قوي جدا عشان ثنائيه قويه مع لويس دياز. لا بصراحه محمد صلاح في حته تاني، والليفربول النهارده هتشوفوه او الموسم دوت هتشوفوه بطريقه تاني، بموسم جديد، موسم قوي. لان النهارده لما نشوف السيتي بيتراخى له 3 أسابيع، مش عارف جوارديولا ماله، في حاجه في جوارديولا، الله اعلم ان هو خلاص عاوز يسيب السيتي او عاوز يمشي من مانشستر سيتي، ولكن في حاجه جوارديولا. انت امبارح هالاند بتضيع ضربه جزاء، ازاي هالاند وانت هداف الدوري الانجليزي تضيع ضربه جزاء بالطريقه دي؟ لا، في حاجه مانشستر سيتي لازم تظبط. فودن فين الناس اللي معاكم؟ فين مانشستر سيتي؟ بصراحه ما لعبش ولا ب3 جنيه ولا بنكله، لا بصراحه كان 3 أهداف كلها عن استحقاق. لما نقول مانشستر سيتي وعظمه مانشستر سيتي وقوه مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، لا ونشوفه كده بياكل 3 أهداف زي السلام عليكم، يبقى نقول مانشستر سيتي جوارديولا وحش جدا الموسم دون او ال3 أسابيع اللي عدت. ما اعرفش بقى مانشستر سيتي هل هيكمل ولا هيبدا في التنازل. لما نيجي ريال مدريد النهارده او امس عمل مباراه زي الزفت، الله يخرب بيتك يا انشيلوتي، ضيعتنا. انا مش بتمنى من الله النهارده غير اني برشلونه بس يتعادل برشلونه النهارده، بس هيلاعب مين؟ ريد ستار، ده انا ما شفتوش حتى في حمامات السباحه، ما اسمعش بيه. فريق ريد ستار، مين ريد ستار دي اللي هتلاعب برشلونه؟ دي هتاكل نتيجه تقيله، هتشيل النهارده. انا بدعي ربنا انه بس يتعادل، لكن ريال مدريد ما لعبش ولا بنكله، ولا تقول لي امبابي الله يخرب بيتك يا امبابي، ولا تقول لي فينيسيوس، ولا رودريجو، ولا مودريتش مين اللي بتنزلوا لي من اول المباراه يا انشيلوتي يا راجل يا اللي ما بتفهمش كوره؟ اقسم بالله حرام فيك، احسن مدير فني في العالم. مودريتش دور راجل بلغ من السن عتيه، بتنزله من بدايه المباراه ازاي؟ على اي اساس؟ دور خلاص ما ينزلش الا غير تبديله، يا راجل يا اللي مش بتفهم كوره. ضيعتنا وضيعت الجماهير وضيعت الناس كلها، الله يخرب بيتك. يا رب النهارده يا رب برشلونه بس يتعادل امام ريد ستار اللي انا ما اسمعش عنها خالص دي، ما يشيلش نتيجه تقيله من برشلونه. انا بطالب الفيفا او اتحاد الكوره العالمي يسحب احسن مدير فني من انشيلوتي، لان انشيلوتي ما ينفعش احسن مدير فني. على اي اساس اداها له دي؟ على اي اساس بس اداها له؟ انا مش فاهم والله العظيم، مش فاهم. انشيلوتي حرام فيك تكون احسن مدير فني في العالم. لا، بتمنى من الله ان ياخدوا منك اللقب دون يدوه لاي حد في العالم، لاي مدير فني في العالم، بس انشيلوتي لا. انشيلوتي مسح ريال مدريد، مسحها مسح الله يخرب بيت مخه، الله يخرب بيت عقليته فيها ايه مش عارف. لا اللعيبه عارفه تلعب، لا اللعيبه عامله ازدواجيه مع بعضها، لا تعرف فينيسيوس بيلعب فين ولا مبابي بيلعب فين. مودريتش منزلهولي وسط ملعب وانت اللعيبه معاك زي النار، اللعيبه كلهم صغيرين بيلعبوا على مودريتش الراجل اللي هو كبر. ازاي بتنزل مودريتش نص ملعب وانت محتاج انك تفوز؟ الراجل كبر، ما ينفعش تنزله من بدايه المباراه. مودريتش دون ينزل بنهايه المباراه في الشوط الثاني، انما بتنزلهولي من بدايه المباراه على نيله ايه؟ على طين ايه؟ الله يخرب بيتك. انشيلوتي، فينيسيوس، امبابي، كل اللي لعبوا النهارده مع ريال مدريد منهم لله.